احلى شي من تخلص الفيديو تكمل يعني تصوير وتجيك الامدادات القهوة، وطبعا هاي المسكتة كلش هو بيها حشوة طبعا. شوف ما شو اسمه، ما قهوة يعني قهوة ممرودة انصحكم اللي يلعب بوبجي يلعب كونكر ولازم يعني ياكل مدها، والقهوة ممتازة. هاي ورا كل فيديو لازم يعني ضرورية. اوكي يلا هسه خلينا نختم الفيديو، يلا باي باي. اهم شي طالع صوت القرط، ما اقدر لازم اشوفكم الثانية يعني. هاي بابا والله طيبة ورخيصة. ها كلش 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 كلش. بس الشي يحتاج لها، اللي يعرف ايش يحتاج لها خليه يكتب لي بالتعليقات. يلا باي باي. مرحبا شباب وبنات واهلا بكم مرة ثانية فيديو جديد على قناتكم. ما ادري ليش هيك اسوي دن 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 دن. المهم اصدقائي اليوم حاب احكي وياكم على 3 شغلات، هي مو 3 شغلات، هي 3 مشاكل. كل مشكلة إلها قدوتها احنا نصح ديناصور صغير. هاي المشاكل موجودة عندنا بالتحديث الجديد، تخليك تخسر طبعا بالمواجهات. المشكلة الأولى هي مشكلة حركة البوت، وأكيد اللي ما يعرف شنو حركة البوت اللي هي هاي، تسحب الزر اللاعب يجي يتحرك. تمام. حاليا أنا عندي حساسية ركض 100. المشكلة الثانية هي اهتزاز الكاميرا بالهيب فاير والبري فاير، هذه شوفها. طيب المشكلة الثالثة طبعا هي مشكلة غريبة، هواي ناس كاتبين لي دارك احنا بنفتح سكوب نطلق النار ونرجع نسد السكوب الكروس هير مالتنا يتغير المكان مالته، مثلا طلق هنا نار من يرجع يسد الكروس هير يطلع هنا او يطلع هنا او يطلع هنا. هسه همنا راح نحلها ان شاء الله. طبعا قبل ما نحل المشاكل، اللي ياكل مثلي حب شمس هوايه خليه يكتب لنا بالتعليقات. اوكي هذا بملح هوايه. المهم المشكله الاولى اصدقائي اللي هي هاي الحركه. هسه شوف طبعا اذا اسحب اصبعي فوق كلش راح يركض اللاعب. اوكي هاي المشكله تخليك تخسر دائما بالمواجهات. اوكي يعني اللاعب ما يتحرك يقلج، خلينا نقول او مو يقلج، هو السبب مالته طبعا جدا بسيط. سبب هاي المشكله اللي هي هاي الحركه، شوف هاي الحركه طبعا جدا تافه. وقف خلي اشوفك. هو هذا يا صديقي يخلي عندك حركة بوت. راح تقول لي دارك هذا يعني زر ما له علاقة. لا صديقي له علاقة. راح تقول لي دارك اوكي اني راح اصغره من هون هيك. شوف وين شو ما يشتغل هذا. اوكي زغرت لو ما ادري ايش اسوي له، هم راح تبقى عندك المشكلة بقى. لازم تسحب اصبعك فوقه. اوكي فوقه يلا يشتغل. اوكي نسوي ريلود. زين شنو الحل؟ يعني شلون اتخلص من حركة البوت بالمواجهات خصوصا بالهيب فاير والبري فاير او حركتي خلف الكفر؟ ما ادري ليش اسوي، احس نفسي رابر. المهم رابر شنو؟ مو رابو رابر يعني رابر. اوكي ما له علاقة. طبعا حل هاي المشكلة كلش سهل. طبعا اكو حلين جدا بسيطات وسهلة، خلينا نروح. بس قبلها لا اوقف، خليني اشوفك شغلة ثانية هم تصير بالمواجهات. عموما احنا نعرف انه انت متحرك اللاعب داخل نطاق الدائرة. شوف لي هاي، ركز لي هنا شوية، اريدك تركز بابا. هسه اني من اسحب اللاعب حركة اللاعب بطيئة، طبعا هذا هم يأثر على الهيب فاير والبري فاير او حركة الدوج. تشوفه شلون بطيء؟ حتى اذا اسحب بسرعة حركته بطيئة بابا. اوكي بابا شلون يركض؟ لازم اسحب اصبعي كلش لي فوق. طبعا هاي المشكله كلش مزعجه، ومثل ما قلنا هي جلتش بالتحديث الجديد. شلون راح نقدر نحل هاي المشكله؟ راح نروح للاعدادات مالتنا، نضغط على تخصيص، لها حلين. الحل الاول سهل، انه احنا نفصل هذا صخام الوجه، نفصله عن الزر نرفعه فوق. اوكي ونخلي الحجم مالته جوا 50. هو هسه صار 66. اوقف خلينا هيك نحرك نضغط نصغره. الفكرة انه احنا نخلي مسافة سحب بين الزر يعني الجويستيك والزر نفسه، وننزل هذا كلش لي جوا. اوكي ننزله هيك حتى ما ينطش.
اوكي هذا الحل الاول. الفكرة شنو؟ انه حاليا انا رفعته فوق، حركة اللاعب خارج الزر يعني باء خارج الزر راح تصير عندي سريعة كلش، اوكي؟ بس داخل الزر نفسه شوف لي هنا باء هم راح تبقى عندي حركة البوت. اوكي شوف لازم ارفع ايدي كلش او اطلع هذا المركز اخليه يطوخ بالزاوية هيك، يلا تروح عندي حركة البوت. تمام. بس بالهيب فاير والبري فاير او بالدوج او مثلا من اسوي كراوتش راح تبقى نفس المشكلة. شوف أنا بالنسبة إلي أحب إنه بس أطخ اللاعب يصير سريع، يعني بس هيك حركة يركض، أريده يركض، أنا أريد اللاعب مالتي يركض، ما أريده هيك يصير يعني مثل حركة البوت باوع، ما أريده هيك، هذا طبعا يخليني أخسر بالمواجهات. أوكي شوف يعني حركته مو صحيحة، بس أرفع شوية راح يركض، بس داخل الزر الحركة مالته مقيدة ثقيلة، يعني اللاعب ثقيل، أنا أريده سريع، أنا أريده سريع. الحل طبعا الثاني اللي أنا أفضله إنه إحنا ندمج هذا ويا هذا، طبعا ما نخليه بالمركز، خليه جوا هنا، بحيث إحنا بس نحرك يعني بس نطخ المركز راح يصير اللاعب سريع. خلينا أشوفك شنو راح نسوي. راح نوخر هذا هنا، راح ننزل هذا جوا، راح نضغط على الزر تمام ونرفع الزر مالتنا فوق. هذه واحدة من أفضل الخدع لحل مشكلة حركة البوت بالمواجهات. أول شيء راح نضغط على هذا، طبعا هي شوية تضوج هذه بس يعني أنت مجبور تسويها، يعني لازم تظل تضغط هنا وتضغط هنا. شوف نضغط هنا نرفعه، نصغر شوية، نرفع هذا هيك، لازم تضغط عليه وينزل عندك جوا. اوكي شوف ايش راح نسوي. راح نضغط هنا على الجويستيك، نخلي طبعا انا عندي الحجم مال الجويستيك بهذا التحديد 123 تقريبا، فهذا الحجم اللي يناسبني. القفل مالت الركض يصير عندك جوا بنفس الزر، يعني قريب المركز مو بنص المركز. راح ننزل هذا جوا، خلينا نرجع هذا ننطيه حفظ. شوف حاليا بس اطخ الزربة طخة صغيرة وشوف راح يركض اللاعب، شوف كلش سريع. شوف بس اطخها، يعني الفكرة شنو، قبل شوي احنا فصلنا بس حركة اللاعب يعني يصير سريعة اذا اوصل المركز لحد يعني مالت الزر، لكن حاليا من دمجنا هذا الركض جوا ويا الزر نفسه، فالحركة مالتنا راح تكون عندنا سريعة من نفس الزر، يعني مجرد حركة صغيرة راح يصير عندك سريع. طبعا هذا اللي يريد يزيد سرعة اللاعب ويتخلص من مشاكل اهتزاز الكاميرا اللي هي المشكلة الثانية بالهيب فاير والبري فاير. شوف حاليا ما عندي اهتزاز، الاهتزاز ماكو نهائيا. هذه الطريقة راح تساعدك هواية بموضوع تثبيت الايم بالهيب فاير والبري فاير. شوف لاعب سريع، حركته حلوة، ما تصير عندك اي مشاكل نهائيا ولا جلتش بالاعدادات مالتك. خلينا هسه نبلش بالمشكلة رقم 3. هواية من أصدقاء القناة يقولون دارك احنا اكو مشكلة ضوجتنا والسبب عندنا ضياع ايم. هاي المشكلة تنقسم قسمين، القسم الأول انه احنا من نفتح سكوب على خصم ونرجع نسد يعني الايم مالتنا، خصوصا اذا احنا نستخدم يعني اعدادات سرعة وعندنا جار سكوب، الايم مالتنا من نسد السكوب هذا الكروس هير الزائد ما يبقى بنفس المكان، يصعد فوق او ينزل جوا ويروح يمين او يسار. او مثلا من افتح سكوب انا وابدي اطلق النار واسحب مثلا الايم هيك يمنى او يسرى، الايم يروح بالعكس، يعني اسحب انا على اليمين هو لا يروح على يعني على الجهه الثانيه، او مثلا انا بس دا اسحبه هيك بشكل يعني عامودي، الايم وحده يروح هيك. اوكي هنا طبعا هاي المشكله لها سببين. السبب الاول انه السكوبات مالتك بيها جني، تمام، فهذا الجني هو يحرك الشد والشاق وياكم. المهم هاي المشكله تصير عندك لسبب اذا كنت تستخدم جارسكوب، طبعا انه جارسكوب مالتك بيه مشكله. فشلون تعرف انه بيه مشكله؟ بكل بساطه انا حاكي هذا الموضوع في فيديوهات قديمه. تفتح السكوب، طبعا تسوي هاي البتاعه وينه اضغط، تمام، تاخذ سكوب عالي، تخلي جهازك على طبله او على ميز يعني عدل لازم، وتفتح السكوب وتعوف الجهاز مالتك فد 10 دقائق. اوكي
تشوف السكوب مالتك يتحرك واحدة لو لا. إذا ما يتحرك واحدة فمعناه أن الجايروسكوب مالتك ما بيه مشكلة، أو ما عندك مشكلة بحساسية الجهاز مالتك، يعني جوال أو آيباد أو أي شيء، يعني ماكو مشكلة. إذا يتحرك واحدة فأنت عندك حلين، يا إما توديه الصيانة يعني يعدلوا لك الجايروسكوب برمجة مالته، أو إنه أنت تجي هنا تروح وينها هاي عكس الجايروسكوب هذا، تنطيه تفعيل تمام، وتخلي الجوال مالتك فد أقل شيء يعني ربع ساعة مفتوح وهيك مقيم على فد شيء. أوكي، وبعدها شو تسوي؟ ورا ربع ساعة ترست الجهاز مالتك تماما، ترسته أوكي، أو تفرمتها وترجع تنزل اللعبة من جديد. يعني هو هذا الحل. أما إذا أنت كنت مثلا ما تستخدم جايروسكوب والإيم مالتك يروح يمين أو يسار، فالنصيحة هنا يا صديقي قلل حساسية الكاميرا عندك. يعني هو هذا الحل اللي أنا جربته، لأن صار عندي نفس المشكلة بالجوال اللي دا أصور بيه هسه. أوكي، لا حد يخاف، ما تنفقس عينك. المهم، فهذا اللي أنا سويته، استخدم حساسية كاميرا قليلة، واعتمد على سرعة تحريك الشاشة من خلال الإبهام، وأكيد لازم تتأكد أنه أنت مفعل تسريع التمرير الأفقي. هذا خيار وطرشي. مهم الضحك. أصدقائي، حتى ما أخلي الفيديو طويل وصير بيه سخافات هواية مثل ما الخيار وطرشي، هذا هو فيديو اليوم. أتمنى أنه أنا قدرت أشرح الموضوع أو أوضح الموضوع بشكل بسيط، واهم شيء انه انت اكيد تتخلص من حركه البوت وتخلي الكاركتر مالتك سريع او الحركه سريعه. المهم اصدقائي، حاب اذكركم اذا كان عندكم مشكله، اقتراح فيديو، محتوى، اي شيء حابين تشاركوه على القناه، يا ريت تكتبوا لي اياها بالتعليقات، انا اقرا كل التعليقات حتى اذا ما جاوبت عليها، او ترسلوا لي اياها على الايميل وحساب الانستغرام اللي راح تلقوه مجوز بالوصف. احس نفسي دا اقدم اخبار وهيك صوتي ينزل بالاخير. المهم، هذا كل شيء عندي وياكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. في امان الله.